يلا فيديو جديد. قلت لكم ان شاء الله اي خروجه هاخدكم معايا، فالنهارده اول مره اعملها على القناه واخدكم معايا في خروجه. فالنهارده نازلين هنشوف رايحين فين واليوم بتاعنا عامل ازاي. هصور النهارده وهفتح الكاميرا ان شاء الله يكون الفيديو حلو. هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتسيبي لي كومنت حلو منك. يلا الطقم بتاعي اهو، ان شاء الله اليوم يكون حلو عليا وعليكم. صباحكم زي الفل. كده في الاسانسير لسه نازلين، وصلنا اهو الواحه اهي. رايحين كده على الاوبن بوفيه، يلا بينا كده مع بعض كده في الواحه. سلطه، ماشي سلطه. طب ايه العيش احطه في حاجه تانية ولا يبقى لا حطي العيش في حاجه تانية. طيب تمام ماشي. بتنجان ممكن زيتون. تمام. ايه طماطم ساده بالزعتر. بالزعتر تمام. تمام. فول خلطة ولا سادة؟ فول خلطه او ايه؟ سادة. لا خلطه. عليه التوابل ولا؟ هو محطوط عليه كل حاجة، حط عادي زود مثلا كمون أو فلفل أسمر أو طب ماشي كمون. وعليه زيت، ده زيت زيتون ولا زيت عادي؟ زيت عادي. طيب فلفل سخنة. ماشي تمام. مسقعه. طب اشوف ايه تاني؟ في بطاطس بالكزبره. وفي ايه؟ بطاطس بالكزبره. في بيض مسلوق. طب على الجبنة كده كله. في سوسيس. تمام. طب ثانية واحدة بس عشان مش في بيض مسلوق. تمام. تاني. لا لا لا، واحدة كده. شكرا. شكرا قوي. في نعناع. شاي هنا بقى بتطلبي المشروب اللي انت عاوزاه بعد الفطار. كده طلبت شاي بالنعناع، وفي كمان شعرية باللبن، يعني ده تبع الفطار كله. بعد ما بتفطري بقى بتقعدي قدام الجمال ده، يعني انت بتروحي مكان بتقعدي تفطري فيه وبتقعدي الوقت اللي انت عاوزاه. شايفين شكل المية وجمال الطبيعة. اليوم كان فعلا حلو، اتبسطت فيه قوي. لو انت واسرتك ومعاكي ولادك هتطلعي تفطري هناك، وهتقعدي في نفس المكان، ولادك هيتبسطوا بعد الفطار. مش هتفطري بقى وتروحي مكان تاني، لا في نفس المكان. بجد والله الواحة كانت يعني كانت حلوة، تغيير جو. ممكن انت تبسطي نفسك بنفسك على فكرة. يعني انا اول يوم مدارس وديت سلمى وطلعت على البحر كده، قعدت مع نفسي. يعني مش شرط ان انت تصرفي او تكلفي اي حاجة. يعني شايفين الطيارة كانت قريبة مننا قوي. يعني كانت قريبة خالص مننا. هي كانت بتنزل في مكان، يعني احنا في ظهر الواحة كده في المنطقة الشمالية. فهي كانت قريبة هناك يعني المقر بتاعها هناك، لان كانت قريبة من المكان قوي. ده في كمان طيارة لونها احمر كمان هتلف. كان كل شوية بصوا، كان كل شوية يقولوا بينا على حوالين المكان.
فزي ما قلت لك كده ممكن تبسطي نفسك بأبسط يعني من غير تكلفة خالص. لو طلعتي قعدتي كده على البحر جبت لك اي سندوتش، يعني انت عارفة لو من عربية الفول، انا بموت اساسا في فطار عربية الفول، جبت لك سندوتشين كده وطلعتي قعدتي على البحر، والله العظيم هتبسطي نفسك بنفسك. ده كان اليوم، يوم بسيط، يا رب اليوم النهارده يكون حلو كده وما كنتش طولت عليكم، يعني على قد ما بقدر كنت بختصر. هنا خلاص كده طالعين. هنا الامن اللي قال لنا كمان على الطياره ان المقر قريب مننا وعشان كده بتنزل، ده اللي عرفنا يعني ان هي بتنزل في المنطقه الشماليه. كده خلاص طالعين من الواحه، قعدنا براحتنا وبعد الفطار اقعدي الوقت اللي انت عاوزاه. اليوم كان حلو كده وبسيط. يا رب الجولة بتاعت النهاردة كده تعجبكم وتكون خفيفة. لو الفيديو النهاردة عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. اهم حاجة الكومنت الحلو. عرفوني كده وشاركوني اليوم كان عامل ازاي معاكم النهاردة، عجبتكم الجولة ولا لا، اكررها تاني ولا لا. انا عارفة ان المتابعين زي ما قلت لكم مش كتار قوي، بس اللي متابعيني بحاول اتكلم معاكم. حبايبي اللي بحبهم في الله، مع الف سلامة.